بعت التروسيكل وبالفلوس حجزت تذكرة للصين. حسيت نفسي واطي شوية مع تامر، بس يعني قلت لنفسي يعني ايه، انا تغاضيت عن خسارة 10,000 وهو مش صغير، ربنا هيكرمه يعني ويقدر يلاقي شغل تاني، واني الحمد لله كنت السبب انه سدد اكبر دين عليه اللي كان عامل له هاجس. فانا قلت له سامحني يعني. الراجل قدر جدا يعني، ما زعلش خالص. الهاجس اللي كان في دماغي عن ارتفاع الاسعار وزيادة الدولار كان عامل لي برجلة في دماغي. طبعا هي كانت توقعات صحيحة، لكن انا كنت سوداوي شوية، شايف الرؤية اسوأ. يمكن حالة الاكتئاب اللي انا فيها هي اللي كانت مخلية الدنيا سواد قوي يعني. دخلت البلد في ازمة سكر، وانا كنت عارف ان هيحصل تعويم في السنة دهية. بعدين بدأ التلميح ليه، بعدين بدأت تظهر دعاوي لتظاهرات يوم 11/11. انا قلت اوبا، البلد دي هتخرب، انا الحق اخلع بدري بدري. عملت فيزا بيزنس للصين لمدة سنة، والفلوس اللي كانت معايا كانت تكفيني حوالي 4 شهور. كل ما يقرب ميعاد التذكرة اخاف اكتر. ما انا المرة دي تذكرتي رايح مش رايح جاي. ليلة السفر قعدت اودع كل الناس، اودعهم، بس ما كنتش قايل ان انا مسافر. بالليل قعدت في اوضتي سرحت، وفجأة لقيت نفسي ببكي من غير سبب. ببكي والدموع بتنزل، وبعدين البكا زاد وصوتي علي. فدخلت لأمي وانا دموعي في عينيا، قلت لها انا مسافر وخايف عليكم جدا. قالت لي يا ابني ما تقلقش، اللي هيسرع على الناس هيسرع علينا، انت بس خلي بالك من نفسك وما تقلقش وما تشغلش بالك بينا خالص، وربنا هيكرمك ان شاء الله. رغم ان هي كانت كلمات قليلة جدا، الا انها طمنتني جدا. سافرت الصين وانا معايا بالظبط $2000. حجزت فندق قبل ما اسافر من على النت، كان رخيص جدا. قلت ده ايه، ده يقضيني الشهر. المهم وصلت بالليل، اخدت المترو وصلني المحطة اللي فيها عنوان الفندق. نزلت، كان شارع كله ضلمة وانا مش شايف. فضلت اتمشى لحد ما تهت مش عارف اوصل. فلقيت بنت ماشية، سألتها لو سمحت العنوان ده فين؟ قالت لي تعالى. بعدين بتسألني انت منين؟ قلت لها انا من مصر. قالت لي ممكن الويشات بتاعك؟ قلت لها خدي. الويشات ده برنامج صيني للتواصل يعني جوه الصين. بعدين قالت لي انا البوي فريند بتاعي عربي، فقالت لي اوصل انت وريح كام يوم وبعدين انا ايه نتواصل، اخليك تكلمه وتقابله. قلت لها ما فيش مشاكل. وصلت للفندق، والحقيقة هو ما كانش فندق، هو كان شقة وفيها سراير كتير يعني. خبطت على الشقة، فتح لي الباب واد كده عينه خضرة، هلو هلو. فقلت له انا حاجز هنا. قال لي اهلا ازيك. طب راح موديني للبنت بتاعت الريسبشن، اديتها $100. فالواد بيسألني انت منين؟ قلت له انا من مصر. فقال لي انا جيرانكم. قلت له جيراننا؟ جيراننا منين بقى؟ ايه البلد اللي جنب مصر دي ما بتتكلمش عربي؟ فقال لي انا من البلد اياه. انا قلبي اتقبض. قلت يا ابن الذين، انا اسكن في المكان دوا مع الشخص دوا في مكان واحد؟ قلت لا.